هنا في الليسن ده هتديني two scientific terms only. في بعض منكم مش بيعرف يحل السؤال ده already اخد بالي منه اثناء المذاكره او اثناء ما انا بشرح او اثناء ما انت بتذاكر. واتفقنا ان انت اثناء الشرح لازم يبقى معاك هايلايتر، اي كي ووردز او اي معلومه او اي نوت نعمل عليها هايلايت. Number 1 a water body that's surrounded by land. قلنا ان انا عندي water body حواليها land from all direction. ده كان تعريف مين؟ كان تعريف الليك. بحيرة، البحيرة هي اللي بتكون surrounded by land. في النص بتكون الوتر موجودة وحواليها اللاند. Number 2 a cycle shows the continuous movement of water from the earth to the atmosphere then to the earth again. في cycle بتعرفك أو بتوضح لك إن في continuous movement of water، حركة مستمرة للمية from earth to the atmosphere. شايف هنا إيه؟ from earth من الأرض to atmosphere then to earth again، ورجعت تاني للإيرث. يبقى كانت من الإيرث للأتموسفير ورجعت تاني. كل ده طبعا بيتكلم عن الوير سايكل، الويذر سايكل. وكلمة سايكل اتفقنا السيشن اللي فات إن هي عبارة عن حاجة closed، يعني أنا بدأت وهرجع تاني لنفس البوينت. أوكي؟ زي السيركل كده. السيركل أنا اوريدي بلف وهرجع تاني عشان تكون closed، هتتقفل. طيب